بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو إخواني أردت أن أتحدث عن جديد مشروع عدل 3 في الجزائر، حيث كانت هنالك بشرى من وزير السكن والعمران طارق بلعريبي منذ 3 أشهر على أن هذا المشروع الخاص بصيغة سكن عدل 3 ما زال من المرجح أن يتم إطلاقه، وهذا بعد أن أكد الوزير على أن رئيس الجمهورية أكد على أن هذه الصيغة من هذا المشروع أصبحت ناجحة، والجزائريين يطالبون بها تقريبا. كل الجزائريين يطالبون بإعادة إطلاق هذه الصيغة، ولكن وزير السكن أكد على أن هذه الصيغة هي في جدول أعمال وزارة السكن والعمران، ولكن موعد إطلاقها لن يكون في سنة 2023، وأكد على أن هذه الصيغة سيتم إطلاقها سنة 2024، وهذا للأسباب التالية. أولا، أكد الوزير على أن عدل 1 وعدل 2 لم تنتهي لحد الساعة، حيث أنه من غير المعقول كما ذكر الوزير أن يتم إطلاق صيغة عدل 3 ولم يتم طي ملف عدل 2 وعدل 1 في عديد الولايات، بالرغم من أن بعض الولايات انتهت بصفة رسمية من عدل 2 ومن عدل 1، ولكن بعض الولايات لم تنتهي من هذه العملية، خاصة بعض الولايات التي قدمت فيها الطعون التي تم إعادة فتح الموقع لهم، وبعض الولايات تم إعطائهم الحصة الأخيرة الخاصة ببناء المشروع سنة 2023 كالجزائر العاصمة التي أعطى رئيس الجمهورية بإعادة إطلاق عدد يقارب 14,000 وحدة سكنية بصيغة عدل. إذن هذه الأمور لا يمكن في هذه الحالة إطلاق هذا المشروع، ولكن سيتم إطلاق المشروع في سنة 2024، لأن كما أكد الوزير على أن هنالك بعض الأمور الإدارية التي سيتم إعادة تنظيمها في هذه الصيغة، خاصة ما حدث لمكتتبي عدل 1 وعدل 2 فيما يخص الشركة الخاصة بالخدمات، والتي عديد من المكتتبين طالبوا بالتخلي عن هذه الخدمات، وهنا وقع بعض التداخل وذهبت بعض الملفات إلى المحاكم. لهذا الوزير أكد على أن صيغة عدل 3 هذه المرة ستكون بطريقة ناجعة، وستكون هنالك أساليب وطرق حديثة حتى لا يقعوا في نفس الخطأ. كذلك هنالك أمر وهو ارتفاع تكاليف المواد الأولية الخاصة بالبناء، وهنا يمكن القول على أن ثمن السكنات سيرتفع تقريبا في كل الشقق الخاص بشقة من 3 غرف أو 4 غرف أو حتى 5 غرف. يعني هنا سيتم إعادة استراتيجية جديدة لكيفية يكون دفع الشطر الأول والشطر الثاني والشطر الثالث والشطر الرابع، كما تم العمل به في عدل 1 وعدل 2. لهذا سيكون مشروع عدل 3 بداية من سنة 2024، وهنالك حديث على أنه يتم إعادة برمجة كلية للموقع الذي سيكون مخصص لهذه العملية للتسجيل فيها، لأن معظم الجزائريين سيسجلون تقريبا في هذه الصيغة، خاصة بعد رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين على مستوى الوطن. سيكون هنالك ارتفاع في أجور معظم المواطنين، خاصة وأن هذه الصيغة ستكون موجهة للذين يتقاضون أكثر من 25,000 دينار وأقل من 80,000 دينار، ما يعني أن عدد كبير من الجزائريين سيكون لهم القدرة على التسجيل في الموقع والاستفادة من هذه الصيغة وهي عدل 3. لهذا هنالك استراتيجية لإعادة كلية لهذا الموقع. كما قلنا التسجيلات ستكون مع بداية سنة 2024 كما هو محدد لها، خاصة وأن رئيس الجمهورية أكد على أن هذه الصيغة أصبحت ناجحة، ومن المفروض أن تواصل شركة عدل في بناء مشاريعها بهذه الصيغة حتى تبقى الشركة قائمة بنفسها في البناء والتشييد، وكذلك يستفيد المواطن الجزائري من سكن يليق به، خاصة وأن الآن أصبحت عملية بناء السكنات لا يتجاوز تقريبا 3 سنوات في كل الصيغ. يعني لو يتم إطلاق المشروع في سنة 2024 فمن المرجح أن يستلم معظم المكتتبين سكناتهم سنة 2027، وهذه من الأمور الإيجابية التي سنشاهدها في هذا المشروع.
نتمنى فقط أن يكون هذا المشروع من بين المشاريع التي يتم إعادة إطلاقها في الجزائر، خاصة وأن عملية توزيع السكنات أصبحت متوقفة منذ تقريبا كورونا، حيث لم يتم إطلاق أي صيغة جديدة، لا LPA ولا LPP ولا حتى عدل 3. لهذا أصبح ضروري في سنة 2024 إعادة إطلاق هذا المشروع الذي سيرفع الغبن عن عديد الجزائريين الذين يعانون من عدم وجود سكن. لهذا سنوضح في هذا الفيديو الآن عن الشروط الخاصة بالتسجيل في صيغة عدل 3 ومن الأشخاص المعنيين بهذه الصيغة. أولا، الصيغة تكون موجهة لكل مواطن يحمل الجنسية الجزائرية، وهذا أمر معروف، يقيم داخل الوطن أو خارج الوطن. كذلك الصيغة ستكون موجهة لكل من يملك، لكل من هو موظف أو غير موظف، مثلا شخص عنده سائق أجرة أو صاحب محل تجاري أو صاحب مؤسسة تجارية صغيرة. كل هؤلاء الأشخاص لهم الحق في التسجيل في هذه الصيغة. الأمر الثالث وهو أن الصيغة ستكون بين من يتقاضى أكثر من 25,000 دينار وأقل من 80,000 دينار. يعني يجب أن يكون الميزانية، الموظف يكون له مدخول شهري يقارب 2 ملايين، يفوق 2 ملايين ونص، وأقل من 8 ملايين. هذا هو الحد الأدنى الخاص بالأجر الخاص بكل من يريد التسجيل في هذه الصيغة. وكذلك سيكون هنالك تحديد للإقامة، حيث لن تكون هنالك نفس الخطأ الذي تم الوقوع فيه في المرة السابقة، حيث كل شخص سيتم بناء حسب إقامته. يعني شخص يقيم في الجزائر العاصمة مثلا في الرويبة يتم البناء له في الرويبة أو المناطق المجاورة للرويبة، ولن يكون هنالك تحويل لأماكن بعيدة عن مقر إقامته الذي سجل به. وهذا من الأشياء الإيجابية، لأننا شاهدنا بعض الأمور التي حدثت في الصيغة عدل 2 والتي تريد الدولة هذه المرة تجاوزها ولا تقع في نفس الخطأ. فكما شاهدنا ما حدث في سكنات الجزائر العاصمة، حيث عدد كبير تم تحويلهم إلى مناطق بعيدة عن مقر سكنهم الأصلي، وهذا لم يستحسنه جل المواطنين المكتتبين في صيغة عدل 2. لهذا تتجه هذه المرة وزارة السكن والعمران لاعتماد آليات وقواعد مضبوطة من أجل أن تكون هنالك كل الأمور جاهزة لنجاح هذه الصيغة التي من المرجح أن تنطلق في سنة 2024. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن صيغة عدل 3 التي من المفروض أن يتم إطلاقها سنة 2024. في الأخير إخواني، لا تنسوا الاشتراك في القناة، لأننا سوف نبدأ دوريا نقدم لكم كل جديد فيما يخص الصيغ السكنية وكذا السكنات وموعد تسليمها. كل ما يخص السكن في الجزائر سيكون عبر قناتنا بصمة أمل. إلى اللقاء.